السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأبتدئ حديثي معكم بسؤال: ما أعظم سورة في القرآن؟ إنها سورة الفاتحة. وإذا قلنا ما أعظم آية في القرآن؟ إنها آية الكرسي. السؤال الثاني: لما كانت سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن؟ أنا أجيبكم وأقول: لأنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن حمده والثناء عليه وتمجيده وعن قدرته سبحانه وجل، تتحدث عن ألوهيته وعن ربوبيته وعن أسمائه وصفاته. فالقرآن متفاوت في موضوعاته، لذلك هو متفاضل. القرآن كله عظيم، لكن سوره وآياته تختلف في الفضل عند الله سبحانه وتعالى. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى، وأن سورة الفاتحة هي أفضل سورة، وأن آية الكرسي هي أفضل آية، وأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. سورة الفاتحة تفتتح بالحمد: الحمد لله رب العالمين. الحمد هنا، اللام هنا لام الاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد لله عز وجل. وجاءت الحمد لله رب العالمين هنا بالاسم وليست بالفعل، يعني جاءت الحمد لله، ما جاءت أحمد الله أو نحمد الله، لأن الاسم يدل على ثبوت الصفة للموصوف أكثر من مجرد الفعل. فلان صادق، فلان يصدق، فلان صادق، إذن لزمته هذه الصفة لما عرف من صدقه في التجربة مع الأيام. فالحمد لله، الله عز وجل محمود وإن لم يحمده خلقه. وهنا سؤال آخر: ما معنى الحمد؟ الحمد هو وصف الله تعالى بالكمال المطلق. الإنسان يحمد على صفات ويحمد على أفعال، لكنها مقيدة. الإنسان له قدرة مقيدة، نظر مقيد، سمع مقيد. الإنسان تخطئ عليه ربما يسامحك، لكن تخطئ عليه 10 مرات لا يسامحك. الإنسان تطلبه مساعدة ربما يعطيك، لكن تطلبه مساعدة 10 مرات في ساعة واحدة يكرهك ويطردك ويتكلم عليك. أما الله سبحانه وتعالى فله الكرم المطلق والجود المطلق والجمال المطلق، لا حد لعطائه ولا حد لسخائه ولا حد لحلمه ولا لعفوه ولا لكرمه. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار: وقد فعلوا ما فعلوا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا من دواعي حمدنا لربنا عز وجل. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله على ماذا؟ على أسمائه وصفاته وكمالاته. هذا أعلى وأسمى وأشرف وأسمق أنواع الحمد لله عز وجل، أن تحمده على سمعه، على بصره، على حلمه، على جماله، على جلاله، على علوه، على كرمه، على عطائه. هذا أعظم نوع من أنواع الحمد لله عز وجل. ثم بعد ذلك تحمد الله على نعمة الإيجاد، وتحمد الله على نعمة الإمداد، وتحمد الله على نعمة الرشاد. الكثير منا لا يتذكر معنى الحمد إلا حينما ينظر إلى من فقد نعمة الصحة أو نعمة العافية أو نعمة الغناء فيحمد الله. نعم، أنا أقول هذه من مجالات الحمد لله سبحانه وتعالى والشكر له، لكن أعظم مجال من مجالات الحمد أن تحمد الله على أنك هديت لهذا الإله الذي له هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك كانت كلمة الحمد من أعظم الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. لذلك أقول لكم يا أيها الإخوة: أكثروا من مدح الله وحمده والثناء عليه، أكثروا من قولكم الحمد لله على جميع الأحوال، فإنها من أعظم ما يسكب السعادة في القلب ويطمئن الفؤاد ويعلي درجتكم عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. بارك الله فيكم، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.